السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واضح النادي الأهلي عنده مشكلة دائما مع البطولة رقم 9. النادي الأهلي عشان ياخد دوري أبطال رقم 9 اللي هو حصل عليه قدام نادي الزمالك في نهائي القرن الشهير، عانى أشد المعاناة وخسر نهائيين قدام الترجي والوداد. واضح كمان المعاناة بتتكرر اهي في كأس السوبر الأفريقي. النادي الأهلي النهارده لو كان فاز بالكأس السوبر الأفريقي كانت تبقى البطولة رقم 9. البطولة كانت كل المعطيات والنظريات بتقول النادي الأهلي بطولة سهلة وفي المتناول. السكواد بتاعه أعلى، فنيا أعلى، المدرب بتاعه مدرب كويس جدا. البطوله بتتلعب في الطائف في السعوديه قدام جماهير اهلاويه عظيمه ملت الاستاد النهارده. الناس راحت ترحال 15 ساعه من مدينه لمدينه عشان توصل للطائف وتحضر اللقاء وتحتفل مع الجماهير. الاهلي رصيد بطولاته الاخيره المفروض انه مقوي قلبه وعايز يزود الرصيد دون، لكن للاسف لعيبه النادي الاهلي النهارده تاتي الرياح بما لا تشتهي السفن، واصروا على ضرب الحائط بكل هذه المعطيات. خذلوا الجماهير سواء الملايين اللي قاعده بتتفرج عليهم او الالاف اللي كانوا في المباراه حاضرين اللقاء. الاهلي النهارده ما قدمش اي حاجه يستحق بها المكسب. اداء سيء جدا، مفيش روح قتاليه، مفيش احساس بالمسؤوليه، اداره سيئه من مستر كولر. كل الحاجات النهارده، كل اخطاء كره القدم النهارده كانت موجوده في الملعب. بيلعب مع فريق متوسط. الفرق بيننا وبينه النهارده ان هو كان عنده متحلي بروح القتاليه وعنده رغبه في انه ياخد البطوله. انت ما كانش عندك الرغبه دي. تيجي تتفرج على النادي الاهلي تحس ان لغايه اخر دقايق مفيش مشكله بالنسبه لنا. من اللقاءات اللي انا شفت فيها النادي الاهلي سيء جدا، سيء جدا على كل المستويات. مستر كولر كان من اشد المساهمين، اكبر المساهمين النهارده في خساره. تغييرات غريبه وتغييرات متاخره وتغييرات غلط. بتطلع مهاجم زي الكهرباء في اخر 10 دقائق اللي انت عايز المفروض تعدل الاوضاع وتنزل مكان ياسر ابراهيم المدافع. مستني على حسين الشحات اللي كان من اسوأ اللعيبه الموجوده في الملعب النهارده، مستني عليه لاخر دقائق في اللقاء. كل الخطايا ارتكبت النهارده. النادي الاهلي ما قدمش اي حاجه تخليه يستحق الفوز باللقب. بالعكس انت اهدرت ارقام كانت مهمه بحصولك على اللقب النهارده. النهارده لو كنت كسبت كان هيبقى اللقب التاسع في كاس السوبر، هتزود رصيدك القاري من البطولات. كانت بطوله مهمه جدا تبدا بها الموسم اللي هيبدا. لسه عندك دوري هو هيبدا يوم الثلاث. كانت بطوله هتبقى رقم 6 في رصيدك هذا العام. للاسف انت قدرت كل دون. رعونه شديده، عدم احساس بالمسؤوليه، عدم جديه في الملعب. كل الخطايا ارتكبت في الكرويه ارتكبت النهارده. للاسف انت كنت مفيش مشكله جدا ابدا ان انت تخسر بطوله، بس على الاقل كنت تبذل جهد. يعني انت تبذل جهد وتخسر وارد في كره القدم، كره مكسب وخساره. لكن انت ما قدمتش اي حاجه تشفع لك النهارده ولا حسنه واحده في اللقاء. الامل الوحيد ان ده يكون الم يفوق اللعيبه والمدرب، ويكون تصحيح الاوراق، تصحيح الاوضاع. لان انت عندك موسم قوي جدا جاي. عندك بدايه دوري قوي، بدايه قويه قدام يوم الثلاث قدام النادي المصري. عندك في شهر 10 دوري السوبر الافريقي. عندك في شهر 12 كاس العالم للانديه. نتمنى ان ده يكون قلم يفوق اللعيبه ويفوق الجهاز الفني عشان ما الموسم يمشي في مسار كويس. وللاسف البدايه مخيبه الامال، بدايه محبطه جدا. ما كنتش اتمنى ده يحصل، بس قدر الله ما شاء فعل. وان شاء الله النادي الاهلي يكون ده تصحيح الاوضاع ويعيد ترتيب الاوراق من تاني. ان شاء الله نعوضها بطولات جايه ان شاء الله. السلام عليكم.